تعرض اليوم فريق نادي الهلال السعودي للهزيمة أمام منافسه فريق الخليج بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال11 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وبالرغم من تقدم الهلال في اللقاء على حساب الخليج بنتيجة هدفين دون رد، إلا أن الوافد الجديد للدوري نجح في قلب الطاولة والفوز ب3 أهداف. وبهذه الهزيمة توقفت العديد من الأرقام القياسية الذي كان يحققها الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي. سنستعرضها معا بالتفصيل. يأتي على رأس تلك الأرقام هي نهاية سلسلة اللا هزيمة للمدرب مع الهلال السعودي في الدوري السعودي للمحترفين، وهي الخسارة الأولى منذ مواجهة نادي الحزم في 2018-2019 والتي انتهت بنتيجة هدفين لهدف وحيد. وأيضا توقفت سلسلة أطول لا هزيمة في البطولات المحلية عند 57 مباراة، وفشل الهلال في كسر رقم النادي الأهلي الذي يحمل سلسلة 51 مباراة بدون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث توقف رقم الهلال عند رقم 46 مباراة. وأيضا توقفت مسيرة سلسلة اللا هزيمة لنادي الهلال في كل البطولات عند 28 مباراة فقط. ونجح فريق الخليج في كسر سلسلة عدم الخسارة للفريق الأزرق في الدوري السعودي خارج الأرض والتي استمرت لمدة 23 مباراة. وبالرغم من هزيمة نادي الهلال ب3 أهداف مقابل هدفين، إلا أن الأزرق يتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة. في الختام، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.